السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وصحة وسعادة من الله عز وجل. طبعا يا جماعة ده وصف طريق مطروح من القاهرة والجيزة إلى مطروح. فطبعا احنا دلوقتي كده قبل الكارثة الأولى في طريق مصر اسكندرية الصحراوي. طبعا ما صورناش قبل كده لأن قبل كده على حسب بقى انت جاي منين، فكله عارف أول طريق مصر اسكندرية الصحراوي. طبعا الفيديو انا حاولت ان انا اجريه بس شويه كده علشان خاطر ايه، ما اطولش عليكم يعني، وعايزه يبقى وصف تفصيلي من اول الكارتة لغايه البحر او لغايه شارع علم الروم. طبعا الكارتة الاولى دي بتدفع 10 جنيه، وبتبتدي ان انت تعدي الكارتة وتبتدي تاخد طريقك. طبعا احنا ماشيين طريقين، في طريق من عند الكارتة الأولى كده لغاية ما توصل للعلمين وتنزل على طريق الساحل مطروح، وده أنا برشحه طبعا. وفي طريق تاني اللي هو طريق الضبعة. طبعا الضبعة برضو كويس مش وحش، وبس هو مش مختصر. هو الطريق اللي احنا ماشيينه ده مختصر عن طريق الضبعة في 35 كيلو، طبعا عن سابق تجربة كتيرة وحاجات كتيرة. طبعا زي ما انتم شايفين كده حبيت ان انا اجريه لكم شوية. احنا زي ما احنا ماشيين كده ما اتحركناش ولا يمين ولا شمال في طريق مصر اسكندرية الصحراوي، والسرعة بتاعته 120. طبعا عدينا مثلا الريست هاوس ب 10 كيلو، يعني قبل الاسكندرية ب 100 كيلو بالظبط، ونبتدي ان احنا نطلع. ادي طلعت الكوبري اللي بتنزلنا على الطريق العلمين. طبعا زي ما انتم شايفين كده بعد الريست هاوس ب 10 كيلو بالظبط. احنا طبعا من ساعه ما عدينا الكارته ولا يمين ولا شمال. انا طبعا بقى ايه، مش هخليكم تتفرجوا على الطريق طبعا كله وايه، ويبقى الفيديو طويل على الفاضي. لا انا عايز ان انا اختصر لكم. طبعا نزلنا كده من الكوبري، هو بينزلنا في طريق العلمين على طول. طبعا طريق العلمين لازم تبقوا عارفين ان هو السرعه فيه سرعه 100. الكارتة اللي دفعناها في طريق اسكندريه الصحراوي، اول ما بنخش طريق العلمين بنبتدي ان احنا نوري له الكارتة اللي معانا. ما بندفعش هنا في الكارتة طالما دفعنا في طريق مصر اسكندريه الصحراوي. طبعا دخلنا، طبعا عدينا المطب ووريت له الكارتة، ونبتدي ان احنا ناخد طريقنا. الطريق ده قد ايه؟ الطريق ده 137 كيلو، يعني احنا مشينا 120 كيلو في طريق اسكندريه الصحراوي، وطلعنا الكوبري اللي على يمنا نزلنا العلمين، واحنا هنا هنبتدي ناخد 137 كيلو السرعه 100. طبعا مش عايز اقول لكم ان السرعه مراقبه بالرادار في كذا مكان، وفي طبعا الرادارات الثابته والرادارات المتحركه، فما انصحش بصراحه حد ان هو يكون يجري سرعة غير معتادة أو مش شادد الحزام عشان ما تاخدش مخالفات كتير. طبعا بنصح دايما السفر بالنهار وتكون نايم كويس. احنا طبعا مشينا من بعد الفجر وابتدى النهار يشقشق علينا، وزي ما شايفين الرادارات اهي كان على يمنا اهو عدى. وطبعا تظبط سرعتك وتبتدي تمشي مظبوط. طبعا احنا بنمشي الطرق دي ليه؟ لان احنا بنحب ان احنا نقف ريست، نقف نعمل اي شيء، معانا اطفال معانا حريم معانا كذا. طبعا احنا مش داخلين سبق، فاحنا مش عايزين نخش مثلا في ناس بتخش طريق الضبع وتقعد تجري 160 و140 والدنيا ولا قدر الله بيحصل الكوارث من هنا. فطبعا بنبتدي ان احنا نمشي الطريق بسرعتنا 100، وطبعا بنوصل الحمد لله بسلام وطبعا لو محتاج اي خدمات هتلاقيها. طبعا احنا كده في اخر الطريق، جريت لكم الطريق اللي على يميننا ده في اخر العلمين. في ناس بتطلعوا اهو زي ما انتم شايفينه، ده طريق البترول، ده بينزلك في الساحل، بيختصر منطقه مارينا ومنطقه آه هنا زي ما انتم شايفين كده، بيختصر مارينا وبيختصر العلمين الجديده، لان ساعه الصيف بيبقوا زحمه شويه ففي ناس بتطلعوا وتنزل. طبعا انا حبيت اوريكم الطريق العادي اهو زي ما انتم شايفين. وصلنا للكارتة، يعتبر كده دي الكارتة الثالثة اللي هخش عليها. طبعا الكارتة دي يا جماعة بندفع فيها 10 جنيه، يعني احنا في الطريق كله بندفع كارتتين بس. دي الكارتة اهي دفعنا 10 جنيه وهناخد بعضينا وننزل. طبعا بعد ما عدينا الكارتة اهو هنبتدي ان احنا نلاقي 2 كوبري. اول كوبري اول كوبري يا جماعة هيعدي علينا اهو زي ما انتم شايفين كده، ده بيعدينا مزلقان القطر.
طبعا هو الطريق سهل وبسيط ومفيهوش اي حاجه، هو الطريق على طول، هو بس الدخلات بس اللي بنحاول نوريها لكم عشان تبقوا عارفين. ده الطريق اللي بيعدينا مزلقان القطر اهو، تمام، بنطلعوا وننزل من عليه. بنتفاجئ بقى بعديها ايه ان في كوبري جديد. طبعا انا بوصف الطريق لان في ناس كتير ما يعني بقى لها فتره ما جاتش او كذا او كذا، تبقى انت عارف الطريق بتاعك ازاي واخر التطورات والتعديل بتاع الطريق. طلعنا الكوبري التاني. طبعا انا السرعه 30، انا هنا بجري الفيديو، انا ماشي بالراحه بس انا مجري الفيديو. طبعا هنا الكوبري هنا ده بيبقى عباره عن صينيه، اللي عايز ينزل على الفرد البطيء بينزل، واللي عايز ينزل على الفرد السريع بينزل، واللي عايز يلف يرجع اسكندريه بيرجع، واللي عايز يلف ويرجع العلمين بتكمل الصينيه لغايه اخرها. طبعا دي اهي الدخله اهي مكتوب عليها طريق العلمين الرئيسي، طريق الساحل الرئيسي، اسف. وطبعا نزلنا اهو طريق الساحل الرئيسي. الدخله اللي قبل دي تنزلك على الناحيه الثانيه فرع اللي هو البطيء، وطبعا البطيء 60. هنا السرعه 100، هنا السرعه 100. وفي شهور الصيف بتختلف وعلى حسب كل سنه الله اعلم بيعملوا، يعني ساعات بتبقى 80 ساعات بتبقى 100 يعني، بس هي الايام دي 100. زي ما انتم شايفين كده. طبعا هو بينزل قرار شهر 7 و8 و9 بيبقى ليهم سرعات معينة، بنبقى بنتابع وبنقول لكم السرعات كام على الطريق. أما من بعد 7 و8 و9 طبعا شهر 10 احنا كده يعني ماشيين بيه. طبعا زي ما انتم شايفين كده على يميننا بقى هتلاقي ايه مقابر العلمين، وهتلاقي مدينة العلمين ومارينا عدت طبعا. بنبتدي ماشيين تمام. طبعا كانت آخر مرة كان في تصليحات كتيرة في الطريق، والناس كانت طبعا تعبانة من التصليحات دي، والطريق كان بيطول وبياخد وقت طويل. وكان بتبتدي التصليحات دي من عند مدينة ضبعة، من عند محطة الضبعة النووية. احنا اهو هنا اهو. وطبعا الطريق برضو على طول، ولا فيه ولا يمين ولا شمال. طبعا كان في تطورات وتكسير والدنيا، وكانوا بيغيروا خط المياه الرئيسي اللي داخل لمطروح وقعد فترة مقفول، وابتدوا ان هم غيروا المواسير كلها وتمت التصليحات على خير. وانا بس حبيت ان انا انقل لكم ان الطريق اهو زي ما انتم شايفين يا جماعه بقى زي الفل، وبقى فيه خطوط وبقى دنيا وما فيش تصليحات خلاص، والموضوع انتهى. هو طبعا طول لغايه اخر الصيف، بس الحمد لله في الاخر انتهى. وفضلنا ماشيين على طول لغايه ما قابلتنا البوابه بتاعه مدينه مرسى مطروح اهي. طبعا دي بوابه مش كارته، بوابه المدينه نفسها، والحمد لله دخلنا. ده يا جماعه في مدخل شرقي بيدخلك على عالم الروم على طول من بعد البوابه 5 كيلو. ادي اهو الدخله اهي قدام المسجد وقدام الوحده العسكريه دي اهي. الدخله بتدخلك بتعدي مزلقان القطر وبتبتدي ان انت تخش توصل لعالم الروم. طبعا بس احنا عايزين نوري لكم الدنيا وعايزين نوري لكم الموقف والدنيا. ادي الموقف اهو، هتلاقيه على شمالك، ادي السوبر جيت، ادي الدنيا كلها تمام. وبعديه موقف الميكروباص هتلاقيه برضو على شمالك اهو زي ما انتم شايفين. انا بس حبيت اكمل كده عشان اوري لكم الدنيا، لكن انا بالنسبه لي المختصر المدخل الشرقي اللي وريته لكم من شويه ده بيختصر كتير وبيدخلك. بس انا حبيت اوريكم مدخل مطروح الرئيسي وفين موقف السوبر جيت، عشان في ناس بتسأل طب هفضل ماشي قد ايه. طبعا كل ده ماشيين على طول، ولا رحنا ولا يمين ولا شمال. من ساعة ما طلعنا كوبري مطروح اللي بينزلنا على الساحل مطروح ما دخلناش ولا يمين ولا شمال، فضلنا ماشيين. ده مدخل طبعا زي ما بيقول اخويا غالي ابو حنين، مدخل السعادة، مدخل مطروح. ده المدخل يعني محبب لناس كتير قوي. طيب محطة القطر، في ناس بتسألنا على محطة القطر فين. محطة القطر اهي على يمينك اهي، شايفين المبنى الرمادي اللي هناك ده. طبعا بتبتدي ان انت تمشي، ادي المستشفى العام، وادي ده شارع اسكندرية، واخره هتلاقي المديرية وفي ظهرها البحر على طول. حبيت ان انا بس انقل لكم من القاهرة لغاية مطروح، لغاية زي ما انتم شايفين كده اهو ماشيين كده. ده شارع اسكندريه، طبعا الخدمات كلها موجوده في شارع اسكندريه. هنبتدي بقى نخش شارع علم الروم، هنوريكم برضو شارع علم الروم على نصيته صيدليه فرغلي. والله انا مش شايفه، بس هو يعني خلاص عارف زي ما انتم شايفين كده الشارع طبعا مليان خدمات، صيف شتاء هتلاقي ان شاء الله في خدمات والدنيا كلها اهو زي ما انتم شايفين. وده الشهر عقار على يميننا، وادي المقله بتاعت النصر المسيحي اللي هي الاصليه على شمالنا. وادي الشارع اهو والطريق اهو وكله تمام. ونشوفكم في فيديوهاتنا القادمة، وما تنسوش رأيكم في التعليقات يهمنا.